اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم لا تردنا خائبين وأتنا أفضل ما يؤتي عبادك الصالحين. اللهم ولا تصرفنا عن بحر جودك خاسرين ولا ضالين ولا مضلين، واغفر لنا إلى يوم الدين برحمتك يا أرحم الراحمين. بابا اشمعنى ده رغم انه فقير وليه عاوز تساعده في جوازة اختي؟ انا مستغرب موقفك بصراحة، وما تنساش حضرتك اني اولى بالفلوس دي، وان العريس هو المسؤول عن توفير الشقة والفرش مش والد العروسة. انا محمد، عندي 23 سنة، والدتي توفت من 3 سنين، ولدي اخت ووالدي، وكنا نعيش ونحب بعضنا. وجاء يوم وتقدم شاب إلى أختي، وكان شابا محترم ومتعلم، ولكن غير ميسور الحال. ولكن تمسك به أبي وأختي، وقرر والدي أن يساعده ويقف بجانبه. وكنت أستغرب موقف أبي ولماذا يفعل ذلك، ولكن قلت لنفسي قد رأى أبي فيه إنه شخص صالح وسوف يصون أختي، وهذا ما يهم والدي. وكان والدي لا يترك شيء أختي تطلبه إلا وقد نفذه. وكنت أقول لوالدي إن العريس هو اللي المفروض يجيب الشقة ويجهزها، وحضرتك جبت لهم الشقة وجهزتها وكمان بتفرشها. رد والدي عليا: أهم حاجة إن أختك مبسوطة يا ابني. وأنا بصراحة ما كنتش موافق على كده، بس والدي كان بيقطع معايا الكلام في الموضوع ده، وكان ممكن نقفل الكلام بإنه يزعق معايا ويقول لي ملكش دعوة، المال مالي وأنا حر. فكنت بزعل واسكت لحد ما اتجوزوا، ووالدي وقف معاهم وعمل لأختي مصروف كبير، وبرضه كان رده ملكش دعوة. المهم أنا سكت، وعدت الأيام لحد ما والدي جه في يوم وتعب، ولقيته وأنا معاه في الحجرة اللي في المستشفى بيقول لي: أنا عاوز أقول لك على حاجة مهمة. قلت له: مش وقته يا بابا. قال لي: لأ، ده وقته، أنا تعبان قوي وحاسس إني خلاص دي آخر أيامي. المهم قلت له: اتفضل قول يا بابا. قال لي: هقول لك على حاجة أنا عملتها، بس ما تناقشنيش فيها لأني مش هرجع في كلامي، ومش هينوبك غير تعبي وبس. قلت له: قول يا بابا. قال لي: أنا كتبت لأختك 3/4 الثروة وليك الربع، وأنا ممكن كنت ما أقولكش، بس أنا قلتلك عشان ما تتعبش أختك أو تتهمها بالتزوير وتخش معاها في محاكم. أنا عاوزك تكون جنب أختك. ولسه هقول أنت إزاي تعمل كده وبزعق فيه بسبب كلامه. من غير ما أحس لقيته بيقول لي: أنت عاوز تموتني؟ ما أنا قلتلك أنا مش هرجع في كلامي مهما تعمل. قلت له: طب قولي أنت بتعمل كده ليه؟ قال لي: كده وخلاص من غير أسباب، ويا ريت يا ريت توعدني إنك ما تعاديش أختك وتبقى نعم الأخ ليها. قمت سبته وخرجت من الأوضة من غير ما أرد عليه. ندى عليا، ظنيت إنه هيرضيني ويرجع في كلامه، لكني فوجئت إنه بيقول لي: إياك تعمل حاجة ترجع تندم عليها. ضحكت بسخرية وقلت له في بالي: أنت كبرت وخرفت. وقررت أذهب للمحامي، المحامي بتاعنا، أتأكد من كلام بابا ليا، يمكن بيكون بيخرف من المرض. وفعلا ذهبت ليه في مكتبه، ولكن كانت المصيبة إن الكلام حقيقي ومن فترة كبيرة كمان، وأنا معرفش أي حاجة. فقلت للمحامي: أنا مش هسكت وهحجر عليه، دي مش عمايل، إزاي يخلي فلوسي وحقي يروحوا الراجل غريب؟ أنا مش هسكت. المحامي قال لي: بلاش تخسر والدك لو عرف موضوع القضية دي هيموت فيها. قلت له من غضبي: يموت ولا يروح في داهية، ده هو كده اللي هيموتني وأنا لسه همشي. المحامي قال لي: أنت مصر على موقفك؟ قلت له: آه. قال لي: طيب تعالى اقعد وأنا هفهمك. أنا ما كانش ينفع أقول لك حاجة، والدك كان مأكد عليا ما أقولكش أي حاجة، لأنه هو بنفسه ما كانش عاوز يقول لي ويعرفني.
بس هو بيقول لي على الوصية. قلت له: ليه بس كده؟ حرام، وانت صحيح حر في مالك، بس ليه تحرم ابنك من حقه؟ قال لي: هقول لك ليه، بس ما تقولش لحد إلا لو شيء ضروري جدا، حياة أو موت، وانت مصر تعادي أبوك وأختك، وده ممكن يموت أبوك. فأنا هقول لك كل حاجة. انت أصلا مش ابن الراجل اللي بتقوله يا والدي، انت ابن واحدة كانت ساكنة في عمارة والدك وماتت وهي بتولدك، وأبوك الحقيقي هي كانت قالت لهم إنه مسافر، وهم ما شافوهوش خالص، بس كان معاها عقد زواج فعلا، وفضل مخليك معاهم على أمل إن حد يسأل عليك. بس لحد دلوقتي محدش سأل عليك، ومحدش يعرف حاجة عن أهلك. ولما الموضوع طول ومحدش سأل عليك، والراجل اللي هو بتقوله يا والدي وزوجته كان مرت عليهم السنين وربنا ما رزقهمش بطفل، فضغطت عليه زوجته إنه يكتبوك باسمهم وياخدوك ابن ليهم، حتى ربنا رزقهم لأن كان وشك حلو عليهم بأختك، ولم يتخلوا عنك وظلوا معتبرينك ابن ليهم، لعلك تكون بجانب أختك في يوم من الأيام. فقلت له: أنت بتكذب. قال لي: اذهب واسأل الغفير اللي في العمارة وهو هيأكد لك كلامي. تركت المحامي وذهبت للغفير لعله يقول إن كل ده كذب، ولكن أكد لي الكلام أيضا، فتأكدت إنها الحقيقة، علمت لماذا يفعل أبي كل ذلك. وذهبت إلى والدي وقلت له: أنا بشكرك على السنين دي كلها اللي انت ربتني فيها، وأنا مش عايز أي حاجة من مالك، ويكفيني إنك أعطتني اسمك وربتني، وبنتك هتكون في عيني. فرد عليا: أنت عرفت؟ قلت له: أيوة. قال لي المحامي كل شيء، وأنا آسف على كل اللي عملته معاك، وأرجوك ما تكتبليش حاجة، واعطي بنتك حقها كله، فأنا ذقت طعم أخذ حق الغير. قال لي: لأ، أنا مش هخبر أختك، وإنت مش هتخبرها، ومش هتعرفها أي حاجة عن الموضوع ده، وخليك ليها أخ، اقبل العطية اللي أنا أعطيتها لك، فأنا نفسي راضية بذلك. والوصية دي كانت أمك كمان عايزاني أديك ما يكفيك. مات والدي وأخذت المال، ولم يتغير نصيبي من المال، ولكن تغير طعم المال لدي، فلم أحس بمتعته، وقلت: يا ليتني رضيت بنصيبي ولم أعلم الحقيقة، وأحس إني أخذت حق أختي، ولكني نفذت وصية والدي وحافظت على أختي، وأصبحت لها أبوها وأمها أخوها اللي في ظهرها دايما، أخوها اللي بيحافظ عليها، أخوها. أترككم في رعاية الله وحفظه وأمنه، وتمنياتي لكم بالتوفيق والنجاح يا رب العالمين.